بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم مرة تانية. كلنا بنحب المكرونة اللي في الفرن، بس النهاردة المكرونة مش بالبشاميل ولا باللحمة. النهاردة المكرونة أنا هعملها بالصلصة وبالصدق. تمام. بدأت كده بسرعة، غسلت الطماطم قطعتها، عايزاها لمدة 7 دقايق تقريبا على النار لحد ما القشرة بتاعتها تستوي. ده هيسهل عملية التسبيك بتاعها، هتبقى أسرع، وكمان هتوفر لي في وقت التحضير، يعني مش هضطر ان انا اصفيها على طول كده لحد ما تهدى شوية. انا بحط المية بتاعة المكرونة، بعد كده ارجع تاني اصفي الطماطم اضربها في الخلاط. بحط كمية المناسبة لكيلو مكرونة، وجايباله نص كيلو صدوق. بسرعة كده بضربها، انا مستنيتش عليها تبرد قوي يعني. بعد ما بضربها انا ببقى حاطة في حلة زيت على النار، بمجرد ما بيسخن الزيت انا بنزل بالطماطم بعد ما بضربها على طول. بتبتدي ان هي تبتدي في مرحلة الغليان مباشرة، يعني لو تلاحظوا واضح كده. تمام. انا ضعفت الكمية، كملت تاني وسبتها تغلي. لما وصلت لنص التسبيكة كده في لقطة راحت هنا، انا غسلت الصدق بالملح وبالخل وشطفته كويس، وحطيته بس من غير ما افصله من بعضه، حطيته في الصلصة علشان يستوي ويدي طعم الصدق. الفليفر بتاعت الصدق تبقى موجودة في الصلصة عشان تبقى منتشرة في طعم المكرونة كويس. هنا تسوية المكرونة انا عايزاها نص سوا او 3/4 سوا يعني، لاني انا هعمل الصلصة مش متسبكة قوي، فهتكمل تسويتها في الفرن مع الصدق كمان، عشان اتأكد ان هو استوى كويس، مع ان هو استوى يعني. هتشوفوا كده. انا دلوقتي هخرج الصدق من الصلصة دي. المكرونة كانت استوت نص سوا اهوت. هو سخن جدا طبعا، فكان اسلم حل ان انا ابتدي استخدم المقص، وكان بالنسبة لي اسرع حاجة. يعني تيسيرا يا جماعة استعملوا طريقة الطماطم دي في كل طبخاتكم، يعني هتريحكم. اهو بس الصلصة هنا مش متسبكة قوي طبعا للأسباب اللي انا قلتها. وبعد كده بعد ما بحط الكمية المناسبة تمام كده، بحط جزء منها في قاع الصينية. طبعا انا كده نسيت افردها، فمفيش مشاكل. بدأت اعمل بطانة من المكرونة، وبعد كده هحط الصدوق بنفس طريقة لما بنحط المكرونة البشاميل كده، نفس الطريقة يعني، مع اختلاف المكونات. تمام. وعلى الوش ببقى عندي جبنة تركي او تركي، بحطها، بتدي ريحة حلوة قوي وهي في الفرن، وطعم كمان جميل مميز. والصدق بيبقى طعمه غالب على طعم المكرونة، لاني طبعا سلقته في الصلصة عشان يستوي ويدي الطعم بتاعه. اتمنى تجربوا الوصفة، سهلة وبسيطة وسريعة ومش مكلفة. الكمية دي تأكل 8 أفراد. تمام. وشرفوني بالمتابعة، هكون سعيدة جدا. واقترحوا أي وجبات عايزيني أعملها.